دون بيخلي العميل يبدا يستخدم ويحس بالفاليو والقيمه من البرودكتس بتاعتنا، وبدل ما بنحوش الدنيا لا يا فندم، احنا بنسلمك كل حاجه بتخلص ونتاكد ان هي شغاله وسليمه. اهلا بيكم، مكملين مع البرنسبلز بتاعت الاجايل او البرنسبلز اللي ورا الاجايل مانيفستو بالمفاهيم اللي فيه. ومعادنا دلوقتي مع البرنسبل رقم 3، والبرنسبل رقم 3 بسيط جدا. هنا بيتكلم عن ان احنا بنسلم الكلاينت بتاعنا، بنسلم العميل بتاعنا، بنسلم الاند يوزر بتاعنا working products وعلى فترات متقاربة. يعني كل ما كانت التسليمات بينها وبين بعض فترات قليلة وبسيطة كل ما دون كان أفضل. وتاني دون بيخلي العميل يبدأ يستخدم ويحس بالفاليو والقيمة من البرودكتس بتاعتنا، وبدل ما بنحوش الدنيا لا يا فندم، احنا بنسلمك كل حاجة بتخلص ونتأكد ان هي شغالة وسليمة، بنسلمها لك بدري. والفترات كمان هتكون متقاربة ما بين كل تسليمة والتانية، فكل ما كانت الفترات أقل كل ما ده كان أفضل ليا وأفضل ليك. طيب أفضل ليا ليه؟ أفضل ليا عشان أنا هاخد فيدباك منك يا كلاينت أو يا كاستمر على الريزلت اللي أنا بسلمه لك. وأفضل ليك أنت ليه؟ أفضل ليك علشان أنت هتبدأ تستخدم الوركينج برودكت دون، وبالتالي ده هيقاد مور فاليو، هيحللك جزء من المشاكل اللي أنت علشانها بدأت تفكر في السيرفيس أو البرودكت اللي احنا بدأنا نشتغل عليه. المبدأ الرابع بيقول ان البيزنس، الكلاينت، الاند يوزر، الكاستمر بتاعنا مع البرودكشن تيم اللي شغالين وبينتجوا البرودكت او السيرفيس، كل دول لازم يكونوا بيتفاعلوا مع بعض وبيتعاملوا مع بعض على طول. مفيش حاجة اسمها ان احنا بنسيب فراغات ووقت كتير ما بين كل لقاء والتاني، لا احنا تقريبا بنinteract على طول، في انتراكشن مستمر، في تفاعل مستمر، في تعامل مستمر، ودايما بنتكلم مع بعض، دايما بسمع منك ودايما بتسمع مني علشان نقدر نوصلك للفاليو الافضل للمشروع بتاعك وللبزنس بتاعك. فبنجمع الناس كلها، بيبقى في تفاعل دايما ما بينهم، ما بنفصلش ما بينهم، ما بنبعدش المسافات ولا الوقت ما بين اللقاءات ما بين البرودكشن تيم اللي شغال على المشروع والكلاينت او الاند يوزر او البيزنس يوزرز اللي هيستخدموا بعد كده السيرفيس او الريزلت من المشروع بتاعنا. دول كانوا البرنسبلز الثالث والرابع، ولسه مكملين مع بقية البرنسبلز.